من أول ما اتكتبت الحروف على جدران المعابد، والمصريين بيحكوا نفس الحكاية، حكاية الصمود والإصرار والعقل اللي ما يعرفش المفتحيل. من قادش في زمن رمسيس الثاني لحد عين جالوت مع قطز وبيبرس، لحد حرب الاستنزاف ضد العدو الحديث. رحلة طويلة لكنها بتقول نفس المعنى في كل مرة. المصري يمكن يتأخر لكن عمره ما بينكسر. سنة 1274 قبل الميلاد، في قلب الصحراء جيش مصر بيتحرك بخطى ثابتة ناحية معركة مصيرية. الملك رمسيس الثاني واقف وسط جنوده، عيناه فيها تصميم القائد اللي فاهم عدوه كويس. جواسيس بدو الشاسو جم وقالوا له العدو انسحب، لكن رمسيس بعقله الحاد فهم إنها خدعة. قرر يتظاهر بالتصديق ويدخل بفيلق آمون كأنه ماشي في أمان. وفي اللحظة اللي العدو انقض فيها عليه كانت دي بداية الفخ. صرخة قوية من رمسيس تشق الصحراء: للهجوم! وفيلق النارين يندفع بقوة، يضرب من كل اتجاه. المعركة تتقلب في لحظة، والحيثيين يتحصروا في نفس المصيدة اللي عملوها. من طيبة لحد قادش 1800 كيلومتر، والجيش المصري مشيها بمنتهى النظام والانضباط. مش مجرد نصر، دي كانت رسالة للعالم إن مصر ما بتتهزش حتى على أرض الأعداء. القرن ال13 ميلادي، الشرق كله كان بيقع قدام المغول، مدن اتحرقت، حضارات اختفت، لكن مصر كانت لسه واقفة. سيف الدين قطز مسك الراية ومعاه القائد الظاهر بيبرس، وبيبرس رسم خطة عبقرية جدا: نعمل زي ما عمل رمسيس زمان، نوقع العدو في الفخ. الجيش المصري خرج من القاهرة وعبر سينا ووصل سهل عين جالوت. بيبرس يتظاهر بالانسحاب، وكتبغى المغولي يطارد وراه في غرور. ولما دخل الوادي المصريين هجموا من كل اتجاه. قطز يرفع صوته وسط المعركة: واسلاماه! الجنود يهتفوا وراه. الهجوم الكاسح يبدأ. كتبغى يقع والمغول ينكسروا لأول مرة في التاريخ. عين جالوت ما كانتش معركة بس، دي كانت بعث جديد للأمة كلها. انتصر الإيمان وانتصر العقل المصري اللي دايما يسبق بخطوة. بعد نكسة 67 الناس كلها كانت فاكرة إن مصر خلاص وقعت، لكن في صمت اتولدت فكرة الحرب الذكية، حرب الاستنزاف. مش حرب سريعة، لكن حرب طويلة بتاكل في العدو واحدة واحدة. كماين، اشتباكات، عمليات جريئة عبر القناة. كل رصاصة كانت رسالة، وكل جندي كان بيحارب مش بس بالسلاح لكن بالإصرار. استشهاد الفريق عبد المنعم رياض كان لحظة فارقة. القائد مات في الصف الأول وسط جنوده، وده لوحده كفاية يشعل نار التحدي في قلوب المصريين. حرب الاستنزاف كانت الكمين الطويل اللي مهد للطوفان الكبير اللي جه بعد كده في أكتوبر 73. نفس الصبر، نفس الذكاء، نفس الدم المصري اللي عمره ما بيركع. من قادش لعين جالوت لسينا، المكان بيختلف والزمن بيتغير، لكن البطل دايما واحد: العقل المصري. مش بالقوة الغاشمة، لكن بالفكر والحيلة والإصرار. تاريخنا مش مجرد حروب، ده كتاب مفتوح اسمه الذكاء المصري في وجه المستحيل. من آلاف السنين ولسه الحكاية مستمرة، لأن المصري مهما اتأخر عمره ما يتكسر.